السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين القناة. أهلا بكم بفلوج جديد وفلوج مختلف جدا. طبعا صار لي فترة طويلة ما طلعت لكم وما نزلت لكم فيديوهات بسبب انشغالات وظروف. اليوم حاب أغير، حاب أجدد. طبعا بصور من البيت اليوم، فيديو كامل من البيت وفلوج كامل من البيت، واستخدمت تقنيات جديدة. طبعا مؤخرا نسمع كثير عن الاي اي والذكاء الاصطناعي ومساعدة الماشينز او التكنولوجي في شغلات كثير في الحياة. حبيت اني استخدم هذا المبدأ نفسه على القناة، ولعل اجرب واشوف. اذا عجبكم وحسيت انه لايق الموضوع هذا فيا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. مشاهدة ممتعة للفلوج ونبدأ. بسم الله. طبعا القصة بسيطة جدا وما بطول عليكم الشرح. استخدمت الاي اي او احد برامج الاي اي لكتابة سكريبت لي على الفيديو. حوريكم في نهاية الفيديو كيف كنت اكتب سكريبتات للفيديوهات السابقة والفيديوهات القديمة، وكيف كنت امنتجها واظبطها، ولكن بطريقة جدا خفيفة. المرة هذه حبيت استخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتي في كتابة فلوج او كتابة محتوى سكريبت لهذا الفيديو. كتبت شغلة بسيطة، اكتب لي سكريبت فلوج لاسرع 5 دراجات ناريه او لاسرع دراجات ناريه لعام 2025. بالمناسبه انا مشغل فيديو تلقائي من قناتي هنا وراي على الشاشه، وطلع هيابوزا. هيابوزا يعتبر من اسرع الدراجات الناريه لفترات طويله في العالم او على مستوى العالم كدراجه ناريه رياضيه قابله للقياده في الطريق العام. شوفوها ورايا. خلينا نبدا السكريبت ونشوف ايش كتب لي الاي اي. طبعا بداية الاي اي اختصر لي 5 دراجات نارية لعام 25 اللي هي حققت اسرع او اعلى سرعات دراجات نارية لدراجات نارية على الطريق. قد يكون في تفاوت في المعلومات، وقد يكون في بعض المعلومات اللي يحتاج لها تفسير اكثر من قراءة للسكريبت، القراءة السريعة للسكريبت. حتكلم فيها الان. في المركز الخامس ياماها واي اف زد ار 1 ام، النسخة المطورة من الار 1 اللي هي الام، بسرعة 299 كيلومتر في الساعة. بنتكلم عن درجات نارية تقاد في الشارع. هذه الدراجة تقاد في الشارع. طبعا لخصت فيها ياماها كثير من التقنيات اللي تستخدمها في موتو جي بي وفي عالم السباقات على الدراجة هذه. في المركز الرابع بي ام دبليو عن طريق البي ام دبليو ام 1000 ار ار بسرعة 305 كيلومتر في الساعة، او اكثر بشوية او اقل بشوية. طبعا بي ام دبليو معروفة والدراجة دي سقناها كثير على القناة، يا ريت ترجعوا على المحتوى وتشوفوا. جربنا الموديل القديم والموديل الاخير اللي هو بي ام دبليو اس 1000 ار ولا ام 1000 ار. طبعا في المركز الثالث دوكاتي فراري الدراجات الناريه بنغالي في 4 ار بسرعه 323 كيلومتر في الساعه. طبعا دوكاتي من اقوى الشركات اللي تشارك في عالم الموتو جي بي وسباقات الدراجات الناريه، لذلك لها حس ولها صوت في عالم الدراجات الناريه وعالم السرعه. نتكلم عن السرعه. هذه الدراجه الناريه اللي وراي بطله جدا. تقدروا تشوفوا الفلوج اللي ظاهر امامكم هنا في الشاشه لتجربتي لهايابوزا موديل 2022 اذا ماني غلطان. المركز الثاني حصلت عليه دراجه ناريه كهربائيه بالكامل. طبعا هذا محور جديد وهذا خط جديد او ستريم لاين جديد بالكامل بنشوفه اليوم في عالم الدراجات الناريه. شركه زيرو، شركات كثير بدات تقدم دراجات ناريه كهربائيه بالكامل. بي ام دبليو عندها سكوتر، وهوندا بتطور في الموضوع هذا مره كثير. حصل لي زياره في اكما في عام 2023 وشفت بعض المبادرات الطيبه اللي بتحاول تسويها شركات الدراجات الناريه لتقديم دراجات ناريه كهربائيه بالكامل. طبعا سرعه 350 كيلومتر في الساعه. اتوقع المقارنه غير جيده لان نتكلم على دراجات ناريه فيول كونسبشن او استهلاك للوقود، وسطهم دراجه ناريه كهربائيه. ولكن ما يمنع احنا اليوم بنجرب محتوى الذكاء الاصطناعي ونشوفه كيف يطلع فلوج حلو ولا ما يطلع فلوج حلو. ومتاكد انه اسلوبي القديم والفيديوهات القديمه بحاول اعكسها الان في محتوى مكتوب لي في الاصل. طبعا في المركز الاول بلا منازع كawasaki H2 R، دراجه ناريه بلغت سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعه بحسب ما بيتكلم الاي اي او بيقول الاي اي. طبعا انتم تعرفوا الاي اي والخوارزميات حقت الاي كيف يستخدمها، بيجمع بيانات كثير وبيبدا يحللها ويطلع منها الاوتبوتس هذه. انا لا اتفق مع المقارنه هذه لانه كawasaki H2R دراجه ناريه تقاد فقط في الحلبات ولا يمكن قيادتها في الشارع، ولكن الاي اي حاب يسوي شويه حماس. انا حوقف عند هذا الحد لانه كده تقريبا الفلوج خلص او السكريبت اللي انكتب لي خلص. اتمنى انه عجبكم هذا الفيديو. لو عجبكم اكتبوا لي تحت في التعليقات. سامحوني مره ثانيه على التاخير، على الانقطاع اللي بيحصل، ولكن باذن الله راجع لكم بشكل افضل، وان شاء الله ارتب
لمحتوى. طبعا انا بدات قناتي في 2016 وجاتني تعليقات مره كثير، من ضمنها حتى انت ما تسوي الواجب حقك كامل قبل ما تطلع الفيديو. كنت اي نعم اطلع احيانا اصور الدراجه الناريه، ادي انطباعي عنها، بعد ما اجربها بدي اقرا المعلومات حقتها اون سبوت في نفس الموقع، او قبله مثلا بساعه ساعتين عشان ما يسوي لي تحيز في الافكار. بعدين جاني تعليق، احد التعليقات قال لي لو تسوي الواجب كامل او الهوم وورك حقك كامل قبل التصوير يطلع الفيديو حلو. فبالفعل تعليقاتكم دائما اخذها على محمل الجد. كنت اشتغل بهذه الطريقه، كنت اكتب هذه الورقه والدفتر هذا. طبعا هذا واحد دفتر من عده دفاتر، بس الفكره لتوضيح طريقه الكتابه والستركشر حق فيديوهات القناه. سامحوني يمكن تكون ضايعه بعض الاوراق. هذه مثلا كان في تصوير الكي ام 790 في الكويت. فالصراحة شغلات جدا جميلة كنت أسويها، وطرق جدا جميلة كنت أسويها. اليوم الاي اي جاي عشان يستبدل الأوراق هذه ويستبدل شغلات كثير. لا تنسوا المتابعة والنشر، متابعة سناب شات وإنستغرام وتيك توك اللي ظاهر أمامكم هنا في الشاشة. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.